السلام عليكم، لمس عليكم. كنتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. اليوم غادي نهضر على واحد الظاهره اللي ولات هي ديال السوشيال ميديا، اللي دابا ولا الله يحفظ كاين اللي قلبهم ماشي زوين، ماشي كاع كلشي بحال بحال. يعني كتلقى كتعيا ما تفكر، ما كتبغيش تستوعب كيفاش الانسان يقدر يدير الشر بالانسان الاخر وجالس ترونكيل وينعس كأن شيء لم يكن. هذه واحد السيده هذه واحد السيده عاديه بحالنا بحالها، كلشي في العراسات كاينو دي الشطح عادي، سورتو ملي تكون العرس ديال العائله فانتي كتكوني حاسه بحال ديالك، يعني كتكوني مرتاحه واليز. هذه واحد السيده كيعجبها تشطح وكتشطح مزيان وكتعرف فريمون كتعرف تشطح. المهم فيما كان شي عرس تلقايها واقفه كتشطح. واحد السيد بغى يتزوجها، شافها عجباتو وبغى يتزوجها وهي عجبها، بقات كتخرج هي وياه، كيخرجوا كيتلاقاو كيزيدوا يتعارفوا. المهم الاخت ديالو ما حملاتهاش وما بغاتهاش في خطره، فقالت له هذيك البنت ما تصلح ليكش نهائيا. قال لها انا عجبتني ديك البنت وسولت عليها وانا مرتاح معاها، زعما شنو هاد الحوايج خايبين اللي انت ما عجبكش فيهم؟ فهي بقات كتلوى عليه وانا سمع عليها شي هضره، وانا هذه ما عطاتو حتى شي حاجه فيها شي دليل اللي يخليه انه يبعد عليها. ولكن كما كتعرفوا البنت ملي كتبغي توصل لشي حاجه راه كتوصل ليها، فهي بقات كتفكر ما خلات ما دارت. من بعد وراتو شي ميساجات، قالت له شوف راه زعما كتهضر مع الدراري ومع ذلك ما طيقش اختو، ما نقولوا ماشي ما طيقش ولكن قال لها يمكن الماضي ديالها انا ماشي سوقي فيها، بقى متشبت بها. والاخرى عين ما كتزيد تكرهها وما كتزيد ما حملهاش وباغاها صاحبتها، باغا تخوها لصاحبتها. صافي البنت الاخرى الولد مشى خطبها هو والام ديالو والاخت ديالو. كتقول هاد السيده بان الاخت ديالو ما حاملاهاش، هو ما كان كيعاود ما كان كيقول للبنت حتى شي حاجه، ما كانش كيقول لها اختي ما باغاكش، لا كان كيقول لها حتى شي حاجه. ولكن البنت كتحس، شافتها بانها فجاه تخطبها لخوها، جالسه منفخه وكتخنزر فيها وما باغاهاش وما عجبهاش حال وكتكريتيك من هنا وتشوف من هنايا. المهم حسات وقالتها له، قال لها غير جابلك الله راكي عارفه الغيره وانا عندي اختي وحده وزعما كتحس بحال تاخذيني ليها وداك الشيء. المهم دازت البنت، جا العرس ديال بنت خالتها، فهي استشرت مع خطيبها، قالت له راه العرس ديال بنت خالتي انا غادي نمشي نحضر ليه. قال لها سيري فوجي مع راساتك، قالت له راه الام ديالك معروضه واختك معروضه. اول حاجه دابا الحياه تبدلات صراحه، لحقاش شحال هادي ما كنتي تعرضي على عائله راجلك حتى كتكوني مجوجه بيه وضاربين لاكط وتا هما كيحضروا اليز. مين انت غير خاطبك تيقول لك العروسه فوق الكرسي وما عرفتيها على من ترصي، يمكن واش هو المثل الحقيقي؟ الانسان كيزرب. المهم عرضت عليهم او نقولوا مكتاب هادشي اللي وقع، عرضت عليهم العرس. السيده لبست تكشيطه واعره، ماكياج واعر، جات غزاله مرتاحه في العرس بحال العرس كما قلت لكم ديال بنت خالتها، يعني مرتاحه فيه. بدات تشطح وهادي وناضت كتشطح وناض جبدات واحد الحزام تيديروا الشيخات دارتو وبقات تشطح. وبالمناسبه فالام ديال العريس ما حضراتش لحقاش كانت مريضه، شكون اللي حضر؟ غير اختو. فهي بقات كتشطح على خاطرها، زعما داكشي اللي غديروا في الدار دارتو. طلعت فوق الطبله، زدح ضرب هنا حضر من هنايا. المهم داك الشطح ديالها اللي كدير وكانت كتعرف تشطح. صافي صورتها فيديو. شنو دارت اختو؟ بكل وقاحه وبكل جرأه وبكل شدات الفيديو صيفطاتو لواحد الولد. داك الولد لا غد لين كيجي يوقف خطيبها وتيقول له شوف مرتك ولا شوف هذه اللي غتزوجها على شطح كدير. هو ما عجبوش الحال يشوفها في داك الحاله، والفيديو طلونسا حطاتو في فيسبوك، حطاتو في اليوتيوب، كلشي كيشوف داك الفيديو. والسيده كتشطح بحال شي خنيشان. منين واجه اختو قال لها شوفي شنو هادي، قالت لا. جات اختو عنده قالت له واش شتي الفيديو اللي ملونسي هادي؟ قالت له هادشي راه قليل، انا اللي حضرت العرس، انا اللي شفتهم كيفاش كيرميو عليها الفلوس وكيفاش ولاد عمامه ولاد خاله وكلشي واقف عليها والسلعه رخيصه، كيفاش كتشوف داكشي كيصير تيرميو عليها الفلوس وهي مازال كتشطح.
المهم كبتاتها مزيان ليها، مشى عند البنت قال لها شوفي بنت الناس اللي لقانا غادي فارقنا الله يسهل عليك. بقات كتبكي وقالت له ما عمرني نعاود نشطح في شي عرس لحقاش هي بغاتو وارتاحت ليه بزاف وكنعطيها القيمه وكان كيحترمها وكيتعامل معها مزيان. ولكن كثرة الزن كيخلي الواحد يقدر يتيق داك الشيء. لحقاش في الاول اختو فاش تقول له ماشي مزيانه وانا سامع عليها ما تيقش اختو، فاش قالت لي راه ميساجات مع الدراري دوزها، واش بصح او ماشي بصح دوزها. ولكن فاش قالت ليه بان فاش شاف داك الشطيح فهو شنو غادي يقول؟ يقول داك الشيء كتقول لي اختي غير من مصلحتي وداك الشيء حقيقي. فكثرة الزن كيخلي الانسان يتيق داك الشيء، فما تقبلش داك الشيء وما بغاش. عيات ما تقول له ما نعاودش، ما بغاش. وكانت في حاله يرثى لها مسكينه دازت عليها. سي با فاسيل الانسان ما بقى له والو يتزوج ولقى الانسان اللي مرتاح معاه واللي باغيه وتجي نتيا في كما كنقولوا هيئه الشيطان في هيئه الشيطان، يعني انسان في هيئه شيطان في هيئه انسان. يعني تجي انتي بكل بساطه وديري هاد الشيء لخوك وهادي اللي باغا اللي يتزوجها وصافي. من يوقع هاد الشيء تفارقوا. هو دابا راه تزوج وهي هاد السيده هادي دابا راه مخطوبه وقررت انها ما تعاود تشطح في حتى شي عرس. بغات تشطح في دارهم اولا بغات تشطح بالقياس ماشي داك الشطح اللي كانت كدير. هذه نصيحه للبنات اللي بغى يشطح في الحقيقه يشطح في دارو داك الشطح اللي هي كانت كدير. وانتم عارفين داك الشطح ديال التحضار وديال يطيح الارض وستيف هذاك الشطح النيت ديال الشيخات، فالواحد يديرو في دارو ولا بغى يديرو. ولكن ما تكوني في العرس وبغيتي تشطحي نوضي تشطحي شطح عادي ما ياخذ منك لا حق لا باطل. لحقاش كتشطحي شطح عادي اللي كنشطحوه كاع جميع. فهنايا الاخرى شدتها من اليد اللي مسكينه، يعني ما لقات ما دير، ما لقاتش كيفاش تدافع على راسها وصافي وتفارقوا. وكما قلت لكم اللي بغى يشطح يعرف فين يشطح. وبالنسبه للبورطابلات تصاور فانا ما كنصحكمش به. وانتوما اصحاب سيئات، انتوما اصحاب زعما ما ناقصكم حتى شي خير. الدنيا دواره كما تدين تدان والحياه كدور. وكما درتي مع هذه البنت هذه اكيد غادي يجي واحد اللي غيدير معك هذا الشيء. وربما هاد الاخت ما يستحقهاش الاخ ديالك. وكما سمعنا هاد البنت تقول سمعات بانه ما عايش مزيان في خطره في الزواج ديالو، ما مرتاحش من صاحبتها لحقاش اون فان كونت تزوج صاحبتها اللي كانت باغاه بزاف وكانت تحاول ما امكن، ولكن هو ما كانش مقتنع بها وعجبته الاخرى. دونك فاش لقى هادي سمع لختو والام ديالو لحقاش هو حتى هو كان كيبغي الاخرى. وفاش طرا هاد المشكل صافي بحال يطلع له الدم قال الام ديالو صافي زوجيني اللي ما بغيتي، فزوجوها لهاديك. وعلاقه في خطره ماشي زوينه كيضربها. علاقه ما فيهاش احترام. هاد السيده اللي كتعاود هادشي كتقول لك بانها لحقاش هما في درب واحد وكتسمع الهضره فهي بحال اللي كتحس براسها ربي خدا لها حقها. والحمد لله هذا اللي خاطبها فهو كيتعامل معاها مزيان والعلاقه راها غادا باحترام. وعاودت له شنو وقع وقال لها ماشي مشكل كلشي كيشطح كلشي ما كانش عنده مشكل. هذا اللي جا خطبها ما عندوش مشكل، تيقول لها حتى دابا شطحي كما بغيتي. ولكن هي بحال تعقدات وما بقاتش حامله هذه الوضعيه وما بقاتش شايقه في راسها وما بقاتش. دونك من الاحسن الانسان يضرب ويقيس يشطح شطح عادي ماشي ديك الحاله اللي توصلوا لها شي وحدين. وحنا كاملين كنحضروا العراسات وكنعرفوا شنو شي مره شنو كيبقاو يديروا. وهذه هي القصه وكنتمنى انا قلتها باش الانسان ياخذها عبره في حياته ويعرف ماشي كل شيء كيبغي لنا الخير، ماشي كل شيء يضحك لك ولا كل شيء كان معاك وجالس معاك وكلام معاك في طبله وحده وتعاشر معاك فهو كيبغيك. لا، حتى شي حد ما كيعلم شنو في القلوب، حتى شي حد. فالواحد يحضر راسو مزيان لا من اسراره لا من تصرفاته لا من كل شيء.